السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ بصوا بقى النهارده عامله بطاطا حلوه قوي وطريقتها سهله وبسيطه كده على البوتاجاز. مش تاخد وقت طويل وبسيطه وبس نتيجتها خطيره. بيطلع بقى معاها الصوص الكراميل كده حاجه تحفه. بتقدميه كده معاها بعد ما بتستوي. حاجه كده اللهم بارك، طعمها تحفه ويعني بجد احلى تحليه واسهل حاجه بسرعه كده في السريع. هنكون عاملين حاجه حلوه قوي هنبسط بيها الولاد وهنبسط بيها البيت. والله ولو جاي لنا ضيوف في ثانية ممكن نعملها كده ونقدمها لهم. حاجة كده جميلة جدا وقيمتها الغذائية عالية. وعارفين قد ايه فايدة البطاطا وكتير جدا في السوق الفترة دي. نستغلها ونعمل كده منها حاجات حلوة للولاد. ونبدأ كده أول وصفات البطاطا بطريقة البطاطا المكرملة بالسكر، حاجة كده تحفة. ربع كوباية من السكر، ده فنجان صغير ما يعادل ربع كوباية. هرشه كده عليه كده بحيث ان هي توصل السكر يوصل لكل البطاطا. وهحط كده نص كوبايه من الميه يعني مش هزود كتير لان انا عايزه يطلع منها صوص مكرمل حلو، مش عايزاها تطلع ناشفه. عايزه منها صوص فحطيت لها بقى شويه الميه دول. بصوا يعني حاجه بسيطه جدا بس هتعملي شويه صوص بجد تحفه. والله انا اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقه، حلوه وسهله وبسيطه خالص. مش تاخد بقى ساعات في الفرن ولا الكلام ده كله، ولا هتنزل بقى الكراميل اللي فيها كله. التسكيره اللي فيها الحلوه دي، السكر اللي فيها ينزل في الفرن. لا هي منها فيها كده هتستوي بطريقه حلوه وبسيطه. وهتحتفظ بالكراميل وكمان هنحطه عليها كده زي صوص. هيديها طعم حلو قوي وهيوديها كده في حته تانية خالص. طريقه حلوه قوي ان شاء الله تعجبكم. بصي بدأت خلاص هتغلي كده، هدي عليها النار وانا طبعا مغطياها. ولا حطيت بقى ورق زبدة ولا غطيتها بورق زبدة من فوق وحط ورق زبدة من تحت. ولا اي حاجة، وهتستوي وهتبقى طرية خالص دايبة كده. والكراميل بتاعها تحفة. بصوا بدأت تدخل في السوا، بصوا بقى اللمعان بتاعها الكراميل كده بدأ يلمع عليها كله. بس انا عايزة برضو مش عايزاها تبقى ناشفة من غير صوص، فهحط لها كمان نص كوباية كده من المية كمان. وتكمل بقى تسويتها فيها، هي خلاص دخلت في السوا. تكمل بقى التسوية بتاعتها فيها. وتفرجوا بقى على الصوص الخطير اللي هيطلع منها. حاجة كده اللهم بارك خطيرة بجد يا جماعة تحفة. لو مش عايزين منها كراميل خالص، مش عايزين صوص يعني، بلاش تحطوا الخطوة بتاعت المية اللي احنا بنحطها دي. هتطلع برضو حلوة مفيهاش اي حاجة خالص. وهتبقى جميلة بس مش هيبقى فيها الصوص اللي احنا هنزوده عليها كده وهيديها طعم خطير جدا. بصوا بقى البطاطا بجد بقت دايبة، ما كملتش نص ساعة. بس بقت دايبة تحفة. يعني اللهم بارك كده طعم وبجد يعني مش قادرة اوصف لكم الطعم من كتر ما هو حلو بجد. وانا كنت اول مرة كمان اجرب الوصفة دي بالطريقة، يعني اجرب البطاطا بالطريقة دي. بس طلعت بجد حلوة ومنجزة جدا وبتديني نتيجة حلوة. حتى وهي سخنة حلوة وهي بقى يعني ساقعة حلوة. في كل حالاتها بصراحة. جربوها وقولوا رأيكم فيها. اللي ما جربهاش يعني، في ناس كتير بتعملها بالطريقة دي وفي ناس لا بتشويها بس، فاللي ما جربهاش بقى يجربها ويقول لي ايه رأيه في الطريقة. بصوا بقى الذوبان من جوه عاملة ازاي. تحفة. والقشرة بقى مش محروقة ولا اي حاجة خالص. خطيرة. وبصوا بقى الصوص بقى، بصوا الكراميل اللي نازل منها. بصوا بقى الخطوة دي، بصوا الحلاوة بقى جميلة جدا. والله طعمها بجد تحفة. اتمنى يا رب كده الفيديو يكون عجبكم. والطريقة تكون سهلة وبسيطة وتكون يعني خفيفة كده وظريفة على قلبكم. وصفة سهلة وبسيطة كده اعملوها وجربوها. هتدفي جدا الفترة دي، الجو برد فجأة كده مع الولاد كده بالليل. تخليهم يذاكروا اكتر كده وتخليهم يركزوا ويبقى عندهم طاقة وباور كده ان هم يذاكروا. بجد حلوة ومفيدة ومغذية جدا وبسيط يعني مش غالية برضو. وحاجة كده في متناول ايدينا ومش هتكلفنا حاجة. وفي نص ساعة هنكون عاملين حاجة حلوة وهنسيبها ناكلها سخنة حلوة، نسيبها تبرد برضو حلوة. في كل حالاتها والله جميلة جدا. يا رب الفيديو يعجبكم يكون خفيف كده وظريف عليكم. ما تنسوش بقى لايك واشتراك للقناة. وتفعيل زر الجرس عشان يوصل كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها، وزي ما اتفقنا وصفاتنا كلها اقتصادية ان شاء الله. باي باي.